السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وسعادة. وان شاء الله انتوا معانا النهاردة في جولة لأسواق المنصورة، يا رب تعجبكم وتنور رضاكم. بس في البداية حطوا لنا لايك واشتراك في القناة اللي لسه ما اشتركش في القناة، يشرفنا طبعا بوجوده. آه، وكومنت ظريف وشير ان شاء الله. انا طبعا بسجل لكم طبعا المقدمة، بس المشكلة كلها ان واحنا راكبين التروسيكل الهوا شغال، فمش هتعرفوا تسمعوه. انتوا اكيد هتسمعوا نسيب الصوت اللي هو بتاع الفيديو، فانتوا اكيد هتسمعوه. يلا بينا ندخل على الفيديو نشوف. احنا دلوقتي في الطريق لاسواق المنصورة اهو، قدامك اهو. بسم الله ما شاء الله، على دي مبنى ودي مول حاجة كده يعني. بصراحة نفتخر، حتى الاسم بتاعه الواحد يفتخر بيه. بما ان طبعا المنصورة، فأي حاجة من عند المنصورة فهي في القلب عدل يعني. ادي الاسواق المنصوره، طبعا كل الناس اللي في العاشر اكيد عارفينها يعني، وفي بره العاشر برضه عارفينها. ناس محترمه، ناس مهذبه، ناس فيها كل الحاجات اللي انت تحب تتعامل معاهم. انا الوقت هدخل ان شاء الله جوه نشوف احنا هنعمل ايه وهنشتري ايه. آه، بس للاسف يعني، هو احنا كنا حابين نعمل الجوله كامله جوه، بس للاسف حدث ما لا يحمد عقباه. فانهم قالوا لنا بلاش تصوروا اول ما دخلنا جوه على طول. قال لك احنا ممنوع التصوير، الاداره منعت التصوير. الوقت انا طالع فوق في الدور بتاعهم، تقريبا الدور التاني، عشان اشتري شوية حاجات اكيد شفتوها يعني في عند موحة. والحاجات فعلا عجبتها جدا جدا. يا جماعة كل حاجة انت عايزها في المكان ده. المكان دي بصراحة كل حاجة انت عايزها تلاقيها موجودة فيه، سجاد ومفارش كله. آه، ألمونيا، ستانلس، كل حاجة بتلاقيها موجودة. كله بلاستيك كله. بسم الله ما شاء الله، حاجة كده فخمة. شايفين احنا كنا داخلين كده نصور وهنخش على الحاجة اللي احنا نجيبها، بس للأسف يعني هم قالوا لنا ما تشتروه، ما تعملوش، ما تصوروش، لأن الإدارة منع الموضوع ده. فاحنا طبعا أكيد يعني ما نقدرش نصور في مكان هم مش حابين أو مش عايزين نصور فيه. فهي كانت اللقطة دي بس اللي كانت جوه المول. احنا اشترينا الحاجات كلها وانتوا طبعا شفتوها. بصراحة أسعار وحاجات ممتازة. يعني بشوف الكراسي ديت في ناس بتباعها ب200 وحاجة، وسألت عليها قبل كده. بس الحمد لله يعني، ربنا وفقنا لكده وجبنا الحاجة اللي احنا عايزينها. ولسه برضه في حاجات ما جاتش وان شاء الله هنجيبها. فاحنا واحنا مروحين بقى، بصراحة المنظر ده عجبني، ما عجبني موضوع البقر والكلام ده بتاع الريف الحلو اللي احنا كنا عايشين فيه. بصراحة يعني الواحد بيحب. انا عن نفسي يعني بحب كمان يعني، بحب المواشي والحياة والاغنام والحاجات ديت والطيور. يعني على طول الواحد ذهنه متعلق بالحاجات ديت، بحب الحاجات دي بالذات المواشي يعني. بسم الله ما شاء الله، ربنا يحمي المال لصاحبه. هو باه في الشمس وطلعان عينه يعني. شايفين بسم الله ما شاء الله، حاجة حلوة خالص. احنا كنا مروحين فقلنا نعدي كده نجيب لموحة عصافير او حاجه، نشوف لو الناس فاتحه في الوقت ده. كان تقريبا الساعه 3 يعني. فتلاقينا الاخ ده احنا بنعدي على طول. فياما تمنينا ان احنا نخش عنده في المكان بتاعه علشان نشوف هو عنده ايه. بس الحمد لله يعني جت اللحظه اللي احنا ندخل ونشوف. فاحنا نخش نشوف عنده ايه اللي عنده عشان نجيب منه. تعالوا كده معايا يلا ندخل جوه. بالرغم ان هي الجوله بسيطه، واللي قفلها من الاول اسواق المنصوره عشان حته ان احنا ما نصورش عندهم، كان هيبقى فيديو ما شاء الله. احنا دخلنا عند الراجل المحترم ده. ادي شايفين الحمام، طبعا كل انواع ظريفه، سمك، طيور، قطط كده، كل حاجه عنده. احنا كان في البلد يا جماعه، انتوا طبعا عارفين كنا عندنا الكوكتيل اللي زي ده، بس مش كان ابيض، كان حبشي. مش كان اصفر كده ولا الوان كده، كان حبشي. فده احنا قلنا نجيبه احسن يعني، النوع كويس حتى لو حبينا نبيعه تاني هيتباع. انما الحبشي دي يعني شويه في بيعته يعني. طبعا هو مع فرخ صغير اهو. انا بصراحه ماليش فيهم قوي يعني، هي موحة اللي بتحب الحاجات ديت، انا ماليش فيهم. بس انا بحب صوتهم. شايفين الحمام بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. احنا كنا عايزين نجيب الجوز ده، عمر كان عايز يجيبه، بس بصراحه يعني ايه، انا مش حابب، لان انا عند الحمام مش حابب ادخل حي عليه.
وما احبش اجيب الانواع اللي بتبقى محبوسه دي يعني. احنا جبنا منها العصافير وقلنا خلاص كده حلو خالص، وربنا ييسر الحال وبارك الله فيما رزق، وجبنا العصافير اهي. دي كوكتيل يا جماعه، كوكتيل معرفش نوعه ايه بالظبط،